هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة كالعادة هيكون أهم وأكتر الكي درامات أو المسلسلات الكورية اللي هتنزل خلال شهر فبراير أو خلال شهر 2. طبعا في مسلسلات كتير زي ما احنا متعودين ان الكوريين كل شهر حرفيا بيفاجئونا وينزلوا يجي مثلا من 7 ل10 مسلسلات في خلال أي شهر في السنة، والمسلسلات كلها اللي بتنزل بتكون بتنافس بعض على مين أفضل مسلسل، وده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا اصلا مش مشتركين واول مرة تشوفوني، ولو عجبكم الفيديو كملتوا للآخر ما تنسوش ان انتوا تكتبوا لي كومنت تحت تشجعوني بيه. اول مسلسل معانا اسمه قلوب مدفونة. المسلسل نوع غموض وإثارة وجريمة وانتقام، من 16 حلقة وهينزل يوم 21 فبراير. من بطولة بارك هيونج شيك. قصة الكي دراما بتتكلم عن ان في شخص هيخترق حساب بنكي لشخص تاني، وهيعمل كده عشان يعيش او عشان يلاقي فلوس ان هو يعيش بيها. الحساب ده لشخص سياسي مشهور جدا وفي مبلغ كبير قوي قوي قوي، وراجل تاني هيحاول او عايز يقتل الشخص صاحب الحساب ده، بس مش هيكون عارف ان الشخص ده متراقب او ان في حد عايز يخترق الحساب بتاعه. فهيبقى في صراع ما بين الشخص اللي عايز يخترق الحساب والشخص اللي عايز يقتل صاحب الحساب. فاحنا في خلال المسلسل ده هنشوف الصراع ده ما بينهم، وهنشوف ازاي مين اللي هيفوز في النهاية او مين اللي هيقدر يستولى على الحساب او على الفلوس دي. المسلسل في اطار انتقامي وغموض، وان هم يحاولوا بقى يعرفوا مين اللي عايز يقتله ومين اللي عايز يستولى عليه، والموضوع تقريبا هيبقى كله اثاره في غموض. فالمسلسل بصراحه يعني ما اعتقدش ان انا هتفرج عليه، لان انا مش من هواة القصص دي او نوعيه القصص دي. المسلسل اللي بعد كده اسمه ميلو موفي. المسلسل من 10 حلقات وهينزل يوم 14 فبراير. المسلسل من بطولة تشوي وو شيك وبارك بو يونغ. القصة بتتكلم عن شخص بيحب الأفلام قوي قوي. في يوم من الأيام هيقع في الحب مع مخرجة شاطرة جدا في شغلها، وفي يوم من الأيام علاقتهم هتتطور والاتنين هيكونوا بيحبوا بعض، ولكن في ظل ظروف غريبة جدا العلاقة دي هتبدأ ان هي تنطفي ومش هتكمل للنهاية، وهيبعدوا عن بعض وهيرجعوا يتقابلوا تاني. فهل لما يرجعوا يتقابلوا تاني هل هيبقى فيه نفس الشرارة بتاعت الحب اللي كانت بينهم في الأول أو لأ؟ ده اللي هنعرفه في المسلسل ده. طبعا مسلسل أبطاله حلوين وانا بحبهم، اتفرجت على كذا حاجه ليهم، فاتوقع ان انا هتابعه. المسلسل اللي بعد كده اسمه ذا ويتش. مسلسل من 10 حلقات والمفروض ان هو هينزل يوم 15 فبراير. المسلسل من بطولة بارك جين يونغ. البطلة اسمها غريب قوي، اسمها رو جيونغ ايوي. القصة بتتكلم عن ان في ساحرة اتطردت من قرية كانت عايشة فيها بعد ما حصل حاجة غريبة قوي، بعد ما كل الاشخاص او الرجالة اللي وقعوا في حبها ماتوا بطرق غريبة جدا. فالقرية كلها وجهت لها الاتهامات بانها ساحرة وبانها عملت لهم سحر خلتهم كلهم يحصل فيهم كده. ففي راجل من ضمن الرجالة الكتير اللي هيبقوا في القرية دي هيطلع وهيحاول ان هو يساعدها من كل التهم دي، وهي دي القصة. واتوقع ان انا هتابعها عشان خاطر جين يونج، لان انا من محبين جوت 7 ومن محبين جين يونج. اللي ما يعرفش جين يونج كان ايدول في فرقة اسمها جوت 7. المسلسل اللي بعد كده وده اللي معظم الناس او مش معظم الناس، معظم البلينكس متحمسين ليه قوي قوي قوي، وهو نيو توبيا. المسلسل من بطولة بارك جيونج من وكيم جيسو. المسلسل ده نوعه زومبي وأكشن ورومانسي. المسلسل هينزل يوم 7 فبراير. القصة بتحكي عن ان البطل جندي هينضم للجيش في وقت متأخر، فبسبب كده هيكون قلقان قوي على مستقبله وكمان على البنت اللي هو بيحبها اللي هي جيسو. فالمفروض ان المسلسل هيصور لنا حياتهم في ان هم يفضلوا عايشين او معاناتهم في انهم يفضلوا احياء في وسط ما انتشر فيروس يحول اي حد لزومبي. بصراحة انا متحمسة للمسلسل ده جدا، معرفش ليه،
بس انا بحب قوي الافلام اللي فيها زومبي وحركات وكده، وخصوصا ان جيسو كمان في المسلسل، فدي حاجه محمساني قوي ان انا اتفرج عليه، فطبيعي انا هتفرج عليه. المسلسل اللي بعد كده اسمه Undercover High School. المسلسل من 16 حلقة وهينزل 21 فبراير. نوعه أكشن وكوميدي. المسلسل من بطولة سو كانج جين وجين كيجو وكيم شين روك. قصة المسلسل بتحكي عن مغامرة لشخص وهو عميل في خدمة الاستخبارات الوطنية، جاسوس يعني. والمفروض ان الشخص ده رتبته قلت في عملية من العمليات اللي فشل فيها، فهم قللوا رتبته. فالمفروض ان هم عشان يعلوا رتبته تاني هيخلوه يقوم بمهمة، وهي انه يلاقي سبائك ذهب مفقودة لإمبراطور كان عايش زمان. فالمفروض ان هو هيخفي هويته وهيتجسد بهيئة طالب في الثانوية عشان يحقق المهمة بتاعته. ففي ظل بقى المغامرة دي كلها هنعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. بعيدا عن اي حاجة انا متحمسة، لان نوعي المفضل اي دراما مدرسية بغض النظر عن القصة بتتكلم عن ايه، انا بحبها وبتفرج عليها ولازم اتفرج عليها، فانا اكيد هتفرج عليها. المسلسل اللي بعد كده اسمه The Scandal of جون هوا. المسلسل من 10 حلقات وهينزل يوم 6 فبراير. نوع المسلسل ده تاريخي ودرامي ورومانسي. المسلسل بيحكي عن دولة خيالية وفيها أميرة، الأميرة دي اللي هي البطلة طبعا، والمفروض إنها أصغر واحدة في العيلة الملكية، وهي نشأت بعقل مستقل خالص، يعني ما بتفكرش بنفس تفكيرهم، بل هي ليها تفكير خاص جدا. والمفروض إن هي لما بتبلغ سن الجواز المفروض انها بتتجوز، ولكن هي فضلت تدور على الشخص المناسب. فالمفروض ان هي في يوم من الايام هتخرج من القصر بتاعها عشان تقابل الشخص المناسب. ففي ظل ما هي بتدور عن الشخص المناسب هيظهر قدامها شخص المفروض ان هو رسمها في احدى اللوحات، فهي عايزة تعرف هو عارفها منين ورسمها ازاي، واصلا هو يعني هل هو رسمها من باب الخيال ولا رسمها عشان هو عارفها. فهي بقى هتدور عليه وهتحاول تسأله الأسئلة دي، وهنشوف في المسلسل ايه اللي هيحصل بالظبط. أبطال الكي دراما دي تشانج ريول وتشاني وجوارا. المسلسل اللي بعد كده اسمه My Dearest Nemesis من بطولة مون جاي يونغ وتشوي هيون هو. نوع المسلسل ده رومانسي ودرامي وهينزل يوم 17 فبراير. المفروض ان المسلسل ده متاخد من ويبتون بنفس الاسم، وهيقدم لنا قصة مليانة بالتوتر العاطفي والرومانسية الشديدة. القصة بتحكي عن قائدة متجر معين مشهور معروفة بصراحتها وشجاعتها في مواجهة المديرين التنفيذيين. في يوم من الأيام هتقابل البطل وهو يعتبر كان منافسها القديم وأول حب في حياتها، فهيطلع إن هو المدير بتاعها والوريث الوحيد للمتجر اللي هي بتشتغل فيه. والمفروض إن من 16 سنة كانت بتجمعهم علاقة حب، علاقة فيها رومانسية وشغف، وتعرفوا من خلال لعبة إلكترونية. والمفروض إنها رفضت إعجابه ده، فالموضوع بالنسبة له شخصي قوي، لأن هي كانت أول واحدة ترفضه عشان هم رجعوا تاني يشتغلوا مع بعض. فالمفروض إن مشاعرهم بقى ترجع تاني، وهنبدأ نشوف بقى مغامرة كده حلوة قوي. وبصراحة أنا المسلسل ده هتابعه عشان القصة رومانسية. وبس كده فيديو النهاردة هيكون خلص. لو اللي كمل الفيديو لحد هنا أنا بشكرك جدا، وشكرا ان انت قعدت وسمعتني لحد الاخر. وما تنساش بقى تعمل لايك وكومنت حلو تشجعني بيه، وتشترك في القناة لو انت مش مشترك اصلا في القناة. وحبيت استغل فرصة الفيديو ده واقول لكم ان احنا ان شاء الله، او انا ان شاء الله هعمل سلسلة جديدة جدا في القناة عبارة عن تحديات، ومش هبقى لوحدي. فانا هسيبكم بقى تخمنوا وتتحمسوا للسلسلة دي، وبجد انا متحمسة ليها قوي وبجهز لها من بدري قوي. فان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي.